بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي مشاهدينا الكرام في الوطن العربي الكبير، محبينا في البصرة، هلا بيكم. البصرة تحييكم. هذه هي الشعارات اللي دائما ما تقابلها كلما مررت في جنبات البصرة. الأجواء لا تزال رائعة، وأجواء كرة قدم ممتعة هنا في العراق الحبيب وفي البصرة. كما يعلم الجميع، بالأمس استمتعنا بحفل الافتتاح وبمواجهة المنتخب العراقي والعماني والمنتخب السعودي اللي حقق أول انتصار في هذه البطولة. وقبل بداية هذا اللقاء أيضا بكل تفاصيلها، المشهد هذا يكفي، المشهد هذا يكفي. المنظر الجميل في هذا الملعب، في ملعب الميناء اللي يحتضن هذه المباراة ويحتضن هذا اللقاء، يمتلئ عن بكرة أبيه، والكل ينتظر المتعة والإثارة في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. أكيد بأن الجماهير الكويتية، ملعب الميناء الملعب اللي يحتضن هذه المباراة هنا في البصرة، مستر خليج، ومحاولة لتسجيل أول الأهداف في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. ركلة ركنية، معقولة عرضية عالية، المحاولة مشعل بارشم بيخلصها على مرتين، ثم بعد ذلك التسديدة ايضا المدافع بيشيلها، يضغط لاعب المنتخب الكويتي. محاولة وصلت الان امامية لكنها مرت الى رمية تماس، مرت الى رمية تماس في اللقطة وفي اللعبة الأخيرة. بالسلام ان شاء الله للاعب ابراهيم كميل. هذه اللعبة الأخيرة، هذه اللقطة وهذه المحاولة، وهنا أيضا إبراهيم كميل اللي كان يطالب بخطأ لصالح، لكن إسماعيل في وسط الملعب من إسماعيل لما دبوا إلى علي أسد. علي أسد ينقل الكرة إلى همام الأمين. همام تأخر فيها، همام نقلها عرضية حلوة حلوة حلوة، والمتابعة، لكن الكرة بتعدي من أمام تميم منصور. مفتاح هذه اللقطة تزعل الوالد كثير. تميم منصور مفتاح، شوف الكرة العرضية من همام، لكن تميم منصور مفتاح أضاع الكرة الأخيرة، لم يستلمها بالشكل المطلوب. فرصة ضاعت، فرصة الجميلة اللي كانت حاضرة في تلك الفترة. تحدث وذكر بأن المنتخب الكويتي دائما قبل كل بطولة الترشيحات ما تروح، لكن بعد ذلك يا عيني يا سلام، عمرو السراج يسجل أول الأهداف لمصلحة المنتخب القطري. عمرو السراج يسجل، العنابي يتقدم بأول الأهداف. سليمان عبد الغفور تابع الكرة وهي تعانق شباكه في التهديد الأول، الأدعم بالعناصر الشابة. يحاول فيها عمرو، نقلها عرضية لكن أيضا الكرة تتخلص. عادت مرة أخرى في الأمام، تمريرة، محاولة للجهة اليسرى عن طريق اللاعب عيد يجرب لكن مشعل لاعبهم محمد منتاري. لكن أيضا في أسماء وفي لاعبين بإمكانها أن تقدم الإضافة. هذه تمريرة لأحمد علاء الدين. أحمد يحاول، أحمد يعود بالكرة إلى عمرو، لكن سليمان عبد الغفور. الكرة بتتخلص الآن وبتروح إلى رمية تماس، تعود مرة أخرى. محاولة أمامية، تمريرة طويلة سهلة عند حارس المرمى سليمان عبد الغفور اللي خرج في التوقيت المناسب، أمسكها بكل ثبات. هذا عمرو سراج، شوف أحمد علاء الدين هيئها عمرو سراج ركنها، لكن سليمان عبد الغفور يتألق في اللقطة الأخيرة ويبعدها إلى من عام 1988. كرة تعود الآن، محاولة، تمريرة أمامية وصلت إلى إبراهيم كميل يحاول فيها كميل يراوغ لعيب يا كميل. ننتظر الأفضل والأجمل من جانب المنتخبين. تمريرة أمامية علي أسد تمريرة حلوة لكن وعد بيخلص، والمتابعة، والكرة فيها ضربة مرمى، ولا شو القرار على ما يبدو ركلة جزاء.
الصيني على ما يبدو احتسب ركلة جزاء للمنتخب القطري. الكرة فيها سقوط وركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة الصيني لمصلحة اللاعب أحمد علاء الدين. من نقطة الجزاء أحمد علاء الدين، علاء الدين وضعها أحمد سجل واحتفل. والعنابي يتفوق بهدف آخر، العنابي يتقدم بهدفين، العنابي يسجل مرة أخرى، والأدعم يسعى لغسل أحزانه من خلال هذه المشاركة. كرة تعود، محاولة فيها مرور من الأول من الثاني من الثالث، لكن الكرة تصطد، تعود مرة أخرى ومعها حكم المباراة يعلن عن نهاية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي مشاهدينا الكرام، سجل الهدف الأول اللاعب عمرو سراج، ثم بعد ذلك أحمد علاء الدين أضاف الهدف الآخر. شوط المباراة الثاني الأسماء: مشعل برجم في حراسة المرمى، طارق سلمان، أحمد علاء، علي أسد، تميم منصور، محمد وعد، عمرو سراج، همام الأمين، جاسم جابر. هذه كرة خطيرة، محاولة ضاعت على المنتخب الكويتي، لكن فيها راية في اللقطة الماضية. هذه الكرة والمحاولة اللي عيد الرشيد راوغ مشعل، ثم بعد ذلك وضعها في الشباك الخارجية. علي أسد وشد الرحال. وفد من الاتحاد البحريني إلى المكسيك لحضور دورة الألعاب الأولمبية في 68، واجتمعوا مع السير ستانلي راوس رئيس الاتحاد الدولي، وقتها والكرة الخطيرة وهدف التقليص يضيع في اللقطة الماضية. هذه الكرة العرضية والمحاولة الخطيرة والمتابعة، لكن أيضا الكرة بتعدي والمحاولة بتمر. كان أيضا من المحتمل يعني وجود بدر المطوع. نجم الفريق فيصل زايد، هذا المتوقع. كرة بتعود الآن فيصل تأخر فيها فيصل، وضعها فيصل لكن خارج الشباك يا فيصل زايد. أو هذا الفنيني شوف الفنيني راوغ بشكل ممتاز، بعد ذلك الفنيني لعبها راحت إلى ركلة زاوية، أو هنالك راية على ما يبدو، راية وتسلل على الأول. كرة تعود مرة أخرى. كمدرب ما عنده أي إنجاز يذكر. لمسة أمامية، محاولة وصلت إلى رشيد، يا في تسديدة حلوة من عيد الرشيدي، حلوة الكرة الماضية من عيد الرشيدي، واحدة من عيد، لكن كرة تعيد على العارضة إلى ركلة زاوية. مشعل برشم أعتقد بأنه لامس الكرة الأخيرة، نعم لامسها إلى ركلة زاوية لمصلحة المنتخب الكويتي. والأزرق يحاول الكرة العرضية العالية، الكرة تتخلص داخل منطقة الجزاء، محاولة فيها تسديدة، لكن حارس المرمى على مرتين مشعل برشم يمسك الكرة الماضية في محاولة خطيرة. روبنتو يتمنى بأن يجد حل في قادم اللحظات من هذه المباراة. كرة عيد الرشيدي لم تكن سليمان عبد الغفور، تمريرة من سليمان عن طريق اللاعب مشاري، دفع باللاعب يوسف عبد الرزاق وبمصطفى طارق. منقولة أمامية، محاولة، لكن الكرة بتصل سهلة عند حارس المرمى لاعب نادي السد. أيضا الثنائي الاثنين في نادي السد اللي عنده 21 سنة ويلعب مباراته الثانية فقط مع المنتخب القطري. كرة وعادت في وسط الملعب، لمسة أمامية، محاولة لمصلحة المنتخب الكويتي، الكرة ضاعت والمحاولة بتعدي من أمام محمد اللي دخل بديل، لاعب نادي الجهرة دخل بديل في شوط المباراة الثاني. المنتخب البحريني اليوم يتفوق على منتخبنا الوطني بهدفين مقابل هدف. هذه تمريرة أمامية لكن أيضا الكرة تبعد، والمنتخب هنا القطري يتفوق على الكويتي بهدفين مقابل لا شيء هنا في ملعب الميناء في البصرة في العراق الحبيب. كرة عادت مرة أخرى.
غدا يوم راحة، بعد غد عندنا أيضا مواجهات. الكرة العرضية العالية، تسديدة والكرة بتعدي، الكرة بتعدي إلى ضربة مرمى. فيصل زايد هذه اللعبة والمحاولة لطارق سلمان بعدها، ثم فيصل زايد بيسدد، لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمى. كرة اللاعب فيصل زايد، المدرب اللي واضح أمامك على الشاشة.